أنا الفاطمي حميد من مدينة خنيفرة، عامل في الداخلة في لي دومين رويال معروفة بتينيغير. بغينا نرجعوا نكملوا على الاعتصام ديالنا امام اداره الاملاك الفلاحيه، باش هذا الصوت اللي حنا كنقولوا دابا بغيناه يوصل لاعلى مستوى. لا كان ممكن يوصل كاع لسيدنا، باش دار شي لجنه ديال التحقيق في هذا الشيء اللي طرا لنا، وهذا الطرد اللي طردنا ب 150 عامل، طرد تعسفي، طرد اللي فيه 4 ديال المناديب. بديت معاهم انا الخدمه من 2007 في الفلاحه، في الفلا ومطيشه والسويله. وفي ديك الوقت ما كنا كنستافدوا لا من التغطيه الصحيه، لا من اللاكيس، لا من الكونجيات. ومن داك الشيء ديال الحقوق ما كناش عارفينهم، حتى ولينا كنتصادفوا بان بنادم كيخدم 5 سنين 7 سنين 10 سنين كيجريو عليه، ولا ولينا كنسمعوا ديك خدام ولا سير بحالك، ولا شفنا روسنا كنا غادي ضايعين. تقريبا درنا واحد المكتب ديال النقابه تما، ولا عندنا واحد شي شويه ديال حريه في الهضره. مثلا في الاول كنا كنشربوا غير الماء اللي كيخرج من الارض باش كيسقيو، وداك الماء خايب لان شفنا الناس تما كانوا كيتصابوا بالمرض ديال الكلاوي وفعلا بداو كيجيبوا لنا الماء. بدينا كنداكو معاهم تولاو كيدوزوا لنا لا كيدوزوا لنا واحد شويه عاوتاني داروا لنا هاد لي بيلتان دو بي ما كناش كنتوصلوا بها، الكونجي داروا لنا كارت طرافاي. طلبنا من الاصلاح ديال البيوت، فيه 3 متر على 4 وكاينين فيه 6 ديال الناس، وديك البيت فيها الفران ديال الخبز كيكونوا البوطات. المهم بقينا هكاك كيوعدونا باللي راه غادي دار ديك سميتو. العيالات ما جاو حتى من مور فاش درنا حنا النقابه، كينقلهم في الشاحنات. انا هاد الشاحنات ربما اللي كنعرف هي الشاحنه راه خاص بحمل البضائع والبهائم. كيفاش داير العامل اللي غيمشي في الشاحنه وهو واقف على رجليه 2 ساعة ديال الطريق ويوصل تما، كيفاش بغاه هاد المشغل يخدم ليه؟ ماشي غير يخدم داك الخدام حتى سيرفيس بعد يخدم بشويه عليه ويجبد الطاقه ديالو، خصو يضرب العطاش ديالو، يضرب لي نورم. لان الهدف ديال المشغل تما كيقول غير شحال من رموك انا خرجت هذا النهار. نهار كيبغيو يداويو جاو مثلا عند واحد حس براسو وشداتو الكحه ولا سخاف ولا كيهرب ما كيبغيش يداوي، كيعاودوا يجيبوا واحد اخر، كيبقاو العمال تما والدواء كيداويو عليهم بلا حمايه بلا والو. انا واحد الانسان ولد عائله فقيره، عندي الرابع ابتدائي في الدراسه ديالي. كان الاب ديالي فلاح. كاين واحد الواد مربيع اللي دايز من خنيفره، كان الوالد ديالي كان صياد فيه. المهم عائله فقيره، كنا 3 الخوت وبنت. توفى واحد الاخ ديالي، مات الاب ديالي. داك الاخ ديالي مشى لاكادير، كان خدام تما في الفلاحه. نط انا بعد ديك الكسيبه اللي كان خلانا الوالد، جبتها لذاك الاخ ديالي. مشى باش غيحرق، كان الحريق كانوا كيحرقوا من سيدي فني. بعد ما نجحتلوش العمليه ديال الحريق، المهم خسر دوك الفلوس بشي مليون قل شي حاجه. بقيت انا خدام في اكادير معاه لمده عام. من تما مشيت للداخله، سمعت بلي دومين، سمعنا حنا بلي راه فيرما ملكي ديال الملك، يعني راه بحال خدام عند كما كنقولوا حنا عند الوالدين ديالو في المنطقه. مثلا في خنيفره ولا هكا كيجي شي واحد يقول لك تمشي تخدم عند الملك، كيفرح. يعني بنادم ما كانتش واحد الثقافه اللي هي يعني الملك ربما كاين اللي كيشوفوا غير في التلفازه. من تما استمريت نيت معاهم في العمل. تما بقينا حتى تكون واحد المكتب نقابي. في الاول ناضوا العمال اتفقوا كاملين، داروا انتخابات وما يرشحوني انا باش انني نكون انا هو الزعيم ديالهم. من تما بديت كنمارس معاهم عمل نقابي، لان واخا كانوا كيتوصلوني وعودات من عند المدير ديال القطاع. في الاول عطاني 7 المليون باش انني نتخلى والبي ديال الطياره ويصيفطني لبلاصه اخرى، ما بغيتش. الصباح ديال السبت
10/7/2010 هابطين للعمل ديالنا. كنشوفوا الجندارم كاينين تما في 6 الصباح، كاين مفتشين الشغل، كاين مندوب الشغل، كاين عون قضائي، كاين امتيل محمد هو المستشار القانوني. قالوا لنا غتجمعوا كاملين لواحد البلوك، داك العمل اللي كنتو كتشتغلوا به راه جايين باش غنبدلوه. قال لك غتدخلوا كل واحد كيقولوا له مثلا غتضرب واحد القدر ما كيتقبلوش العقل. قالوا لهم العمال ودي بزاف هادشي باش خرجونا من تما، دايرين لينا باننا رافضين العمل. احنا ما كلناش رافضين العمل، احنا 150 عامل مطرود وكل مجموعه دايرين لها الطرد ديالها بوحدها. كاين اللي خدم دابا في الفارم الاخرين، وكاين اللي خدامه، كاين اللي رجع لتينيغير، شي دراري قلال عاقبوه من تما على الوسيط. نهار بلاحونا جابوا الجندار ملاحوا العباد الله حوايجهم. كاين القايد، كاين سميتو يعني بنادم ضعيف، واحد العامل جالس في السيكتور تدخلوا عليه المخزن، لحوا ليه الحوايج على برا واش غيضرب مع المخزن. كون جلسوا الاخوان ديالنا حتى داروا شي تحرك، ربما غيهزوا لهم الرياض البيلازاري ويقولوا لهم انتم من البيلازاري ويصيفطوهم للحبس. يقدروا يديروها. وفعلا انا دخلت للمحكمه باغي نرفع غير شكايه، قال لي الرئيس ديال المحكمه الا تبعتي هذا المشكل غتمشي للحبس. مشيت عند المحامين 3 اللي عندنا في الداخله، اللي كنمشي عنده كيقول لي لا هذا المشكل ديالكم كان راس الولايه والو، كل شيء ولا ضدنا. يعني راه مخزن هذاك واش تعين المخزن يعطيك المخزن وحقك من المخزن، ما عمرها تمكن. انني درت الاعتصام 6 شهور في الداخله امام مندوبيه التشغيل، ما توصلت ولو الحوار. جيت لهنا للدار البيضاء، حولت الاعتصام لنا، رجعت عند الوالي قال لي لا ما غاديش نردك لتينيغير، خاصني تخدم في البحر ولا تخدم في ضيعه اخرى، لان انا واحد الحاجه دابا وليت كندورها في راسي. انا مشيت خدمت مثلا دابا في شي شركه اخرى ولا وزين اخر، المسؤولين ديالها عارفيني انا خدام في شركه الملك وجراو عليا من تما. الا مشيت عاوتاني باغي نطلب من لاكيس ولا نطلب من لاسورانس يقولوا لي راك خدمتي عند الملك وما عطاكش الحق ديالك. كاينه ولا ما كايناش؟ كنا تقريبا في الاول ب40 واحد، طول الاعتصام تبقينا دابا ب12 واحد باش نبينوا الحقيقه للناس كامله بان راه جاو فلوس اللي انا شفتهم بعينيا، فلوس دخلوا للتينيغير نهار كانوا بغاو يجريو عنا وعطاوهم المندوبيه وعطاوهم لدوك الجوج ديال العناصر ديال الكداشه وجراو على الخدام لبرا. هادشي هو اللي داروا دوك الناس. نهار جاو طردوني من تما، قالوا لي داك اللي جا باش يخرجنا من تما قال لي راه الملك اللي بغى يجري عليكم. كنقول واقيلا نيت راه صحيح هاد الهضره ديال راه الملك اللي جرى لنا. كنرجع عاوتاني كنقول راه ما يمكنش، واش الملك يقدر يجري على ولاد الشعب؟ انا لا نتقبل ديك الهضره. غنتلاقى مع شي واحد يقول لي مالك خرجتي من تينيغير غنقول له الملك جرى عليا، غتولي دايره ديك الهضره كامله في الوطن ديالنا، غيوليو يقولوا الملك كيجري على العمال ديالو.